بسم الله الرحمن الرحيم. ووصلنا للمحطة رقم 27، و27 هي مناسبة خاصة لكل المسلمين، وخاصة احنا في رمضان، ورمضان هو شهر القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. النهاردة المحطة 27، والعدد اللي ترتيبه 27 في الأعداد التي ذكرت في القرآن الكريم هو العدد رقم 3000. والعدد 3000 اللي رقمه 27 أو ترتيبه 27 ذكر مرة واحدة فقط لا غير في سورة آل عمران في الآية رقم 124. نتدبر. أنا عايز الكلام اللي أنا هقوله النهاردة، وخاصة ليلة 27 أو ليلة القدر في اليوم 27 من رمضان، هنيجي نشوف الجمال. 7 و2 9، و9 هو شهر رمضان، ترتيبه في الشهور الهجرية رقم 9. وترتيب العدد 3000 هو 27، والسورة التي ذكر فيها العدد 3000 هو سورة آل عمران، والتي ترتيبها 3. 27 على 3 يساوي 9. طب ما تيجوا بقى 2 في 7 ب14. القرآن الكريم 114، ونشوف ال 3000. هو 30 في 100، وال100 هي الكمال لله وحده، لا كامل إلا الله. وال30 هم ال30 رقم الذين ذكروا في القرآن الكريم، وهم ال30 جزء في القرآن الكريم. أجزاء القرآن الكريم 30. عدد أيام الشهر 30. ناس بتيجي تختلف معايا يقول لي 30 إزاي؟ إذا كان عدد السنة الميلادية، عدد الأيام بتاعت السنة الميلادية 365، والسنة الكبيسة 366، وعدد الأيام في السنة الهجرية تساوي 354. ناخدها ببساطة قوي. لو خدنا 354 أقل عدد أيام في السنة الهجرية، زائد 366 أقصى عدد أيام في السنة الميلادية، ونجمعهم مع بعض يطلعوا 720. احنا بنجمع سنتين، واحدة هجرية واحدة ميلادية، هيكون المتوسط بتاعهم كام؟ 360. و360 على 12 يساوي 30 يوم في الشهر. و360 محيط الكرة الأرضية 360. و360 هو عدد المفاصل اللي موجودة في جسم الإنسان. و63 360 لو عكسناها هتبقى 0 6 3. تقرا الرقم 63 هو عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عاشه في هذه الدنيا. السورة آل عمران 3، بتركع مرة تسجد مرتين. وعدد الآيات 200. تضرب 200 في 3 ب600. وتعالى فكك العدد 3000، هنلاقيه 60 في 50. وال60 ايوه الساعة فيها 24 يوم، 124. والساعة
فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. أنا عايز اللي جاي تركز فيه قوي. الآية رقمها 124، والعدد 27، أو المحطة بتاعتنا 27 في الأرقام. تجمعهم على بعض تلاقيهم 151، 151. و151 تستغرب تقراها شمال تقراها يمين، هي 151. طب ناخد ال 51. سور القرآن الكريم، السورة رقم 51 هي سورة الذاريات، وعدد آياتها 60 آية. جبنا 60 اهو من 50. ايه سر سورة الذاريات؟ عددها 60، آياتها عددها 60، وهي 51. ولو خدت 51 من 60 يطلعوا 9. 27، 7 و2 9. ايه كمان؟ الجمال بقى اللي جاي. 30 آية من سورة الذاريات في الجزء 26. نهاية الجزء 26 30 آية من سورة الذاريات، و30 آية في أول الجزء 27. أيوة هو ده. أيوة، ليلة القدر. الأعداد كمان، الأعداد التي ذكرت في القرآن الكريم 30، وهم 30 آية في الجزء 26، و30 آية في الجزء 27 في بداية الجزء 27. طب ما نيجي بقى نشوف أسماء الله الحسنى. رقم 27 هو البصير. تشوف كده تعد أسماء الله الحسنى تلاقي كلمة البصير، والبصير لما نيجي نترجمها الكود تطلع 78، و8 و7 15، اعكسها 51. سورة الذاريات. و78 هي سورة النبأ. سورة ايه؟ النبأ. عما يتساءلون، اللي عدد آياتها كام؟ 40. عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي كان عمره 40 سنة. اللي جاية 27 المحطة أو العدد في 3000 هناخد التلاتة. طب سورة آل عمران هي رقمها 3. 27 في 3 يساوي 81. 81 ايدك 81 اللي هي 9 في 9. ايه الجمال ده؟ القرآن يساوي 81. طب في كلمات تانية بقى احنا عايزين نشغل دماغنا شوية. كلمة الأرقام تساوي 81. هات الآلة الحاسبة واحسب الألف ب1 والب ب2 والت ب3 وانزل لغاية تحت كده اللي هي ب28. هتلاقي كلمة الأرقام تساوي 81. يعني القرآن يساوي 81، الأرقام تساوي 81.
ايه كمان؟ احنا قلنا الساعة فيها 60 دقيقة، جبنا اسم الساعة، سيرة الساعة، والساعة تساوي 81. طب اسم الله من أسماء الله الحسنى رقم 81 في الترتيب هتلاقي ايه؟ المنتقم. 81. احنا قلنا 7 زائد 2 بيساوي 9، 7 ناقص 2 يساوي 5 أركان الإسلام، 7 في 2 ب14، تجمعهم كده مع بعض، تقسم وتجمع وتضرب وتجمع الناتج هتلاقي 28. وال28 جمالها، هو ربنا نزل القرآن في ليلة القدر، اقرأ، أول ما نزل اقرأ، ما تيجي نترجمها in English. read، R-E-A-D، ترجمها انجليزي تطلع 28. ليلة القدر خير من 1000 شهر. جمال الأرقام، جمال الأعداد، التدبر في هذه الأرقام والأعداد. ليلة القدر ليلة 27، وسورة الذاريات 60، 30 في الجزء 26 و30 في الجزء 27، 26 27 30. بكرة ألقاكم في العدد 5000 إن شاء الله بإذن الله، وحلقة جديدة من حلقات الأرقام والأعداد في القرآن الكريم.